السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. جاي لكم إن شاء الله فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. الأول هعمل معاكم كده الكفتة المشوية والرز البسمتي. يلا نسمي بسم الله. هنا كده حطيت شوية زيت على النار، وكمان حطيت التوابل بتاعت الرز البسمتي، وحطيت جزر مبشور شوحتهم كده شوية على النار، وبعدين بحط الرز البسمتي المغسول ومتصفي، اقلبهم كده اديهم تشويحة مع بعض، وبعدين انزل بالمية اقلب كده كويس، واحط الملح بطريقة سهلة وبسيطة وجميل جدا. اغطي عليه بقى كده لحد ما يستوي. هنا بقى علشان نعمل الكفتة المشوية معانا هنا رغيف عيش بايت، حطيت فيه كده عليه مية سخنة. نجيب بقى اللحمة المفرومة. الأول كده نحط البصل المبشور، أجيب بقى هنا توم مفروم، فصين توم مفرومين كده، توم مع البصل، تمام كده. وبعدين نجيب اللحمة المفرومة، ده نص كيلو من اللحمة، نحط بقى التوابل دي كده، توابل الكفتة المشوية. بعد ما حطينا كده توابل الكفتة المشوية هنحط بقى الملح، نحط فلفل اسود، نزوده بقى الفلفل الاسود شوية بيبقى حلو. ونحط بقى العيش، رغيف العيش اللي احنا مليناه مع بعض، بعد ما حطينا بقى كل حاجة كده نقلبهم، نقلب كده كله مع بعض كده كويس. نحط بقى كده بقدونس مفروم، نقلب كله كده بالشكل ده. هنحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد ما قلبتها بقى بالشكل ده كده، احط بقى ايه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واقلبهم كده كويس. ببدأ بقى ايه معايا مية البصل، ببل ايديا كده وبعملها على بنجيب بقى عدن شيش طاووق او اي حاجة مثلا بتعملوها عليها، بنصبعها كده ونشكلها. معلش بقى هي ايديا كده بقت شوية، فهي بتكون بالشكل ده. عملتها بقى كلها كده بالشكل ده، حطيتهم في صينية وبكمل برضه. حطيت بقى، جبت صينية فرن، حطيت فيها شرايح من الطماطم والفلفل والبصل، كله مقطعه كده شرايح، ورصيته في الصينية وتبلتهم طبعا، وارص عليها بقى الكفتة. طبعا مشغلة الفرن فوق وتحت.
وكانت بالشكل ده، كانت ما شاء الله تحفة. وده كان فطارنا النهاردة. ندخلها بقى الفرن لغاية ما تتحمر وتستوي. بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم؟ نولع بقى حتة فحم كده، نحط عليها شوية زيت، يبقى كأنك شويها على الفحم.